ندخل في الجزء الثاني ليها وهو النص الثاني من الدوت جيت، وهو حاجه اسمها الجيت ريبو. واقدر اقول لك ببساطه ان الجيت ريبو هنا جيت بيحتفظ بالتواريخ بتاعه الكومنتس لا اكتر. يعني ايه؟ يعني مثلا فرضا لو انا عملت هنا ده الساعه 1 وده عملت مثلا فرضا لو الساعه 1 1 و5 1 و10، هنا بيحفظ التواريخ بتاعتها بالساعه بالدنيا دي كلها عشان يرتبهم ويبدا ينظمهم. تمام. بس هي الفكره اللي هنا مجرد بس حفظ للتواريخ بتاعه الكومنتس لا اكتر. تمام. حلو. نرجع بقى للفي اس كود. هنا قال لك لما انا جيت عملت هنا جيت انت، هو قال لك انا عملت انيشاليز لامتي جيت ريبوستري. وهنا عايزين نتكلم على حاجه مهمه قوي، حاجه اسمها جيت ريبوستري او جيت ريبو. لو جيت سالتك قلت لك دلوقتي ايه هي الجيت ريبوستري مش الريبو هيستوري، ايه هي؟ تعال نكتبها. ايه هي هنا الجيت ريبو او ريبوستري؟ حلو. هتقدر تقول لي يا باشمهندس الجيت ريبوستري عباره ان انا عملت جيت وعملت وركينج دايركتوري بجيت والكلام ده. اقول لك لا غلط، وركز في الحته دي. الجيت ريبو مش معناها هنا ان انا عملت جيت زائد وركينج دايركتوري، لا انا هنا بتمثل دوت جيت فقط، يعني هنا عايده على الدوت جيت دي بس. واللي من خلالها بقى لو هنتكلم بطريقه صح، ان انا هنا الجيت ريبو عايده على الدوت جيت، ولكن بعد ما اعمل دوت جيت فقط هي اللي من خلالها بعمل الملف بحوله للوركينج دايركتوري. يعني ايه؟ يعني الجيت ريبو هنا ليها عايده بس على الدوت جيت فقط، ولكن من خلال الدوت جيت انا بحول الابلكيشن بتاعي او بحول الريبو بتاعتي او بحول الفايل بتاعي كله للوركينج دايركتوري. تمام. فهنا لو جينا نتكلم عن الثلاث حاجات دولت، عرفنا ان الستaging اريا هي دي اللي بتبقى ما بين الفتره ما بين الجيت انت او الوركينج دايركتوري والفتره اللي بعمل فيها الكومنت، وعرفنا طبعا الفايده بتاعتها. هنيجي هنا في الجزء الثاني قلنا الهيستوري الريبو هيستوري، ودي اللي هنا جيت بيحتفظ بتواريخ كل الكومنتس اللي اتعملت. تمام. والجيت ريبو هنا قلنا مش معناها ان انا عملت جيت مع الوركينج دايركتوري، ولكن هنا بتمثل دوت جيت فقط، واللي من خلاله الملف بيتحول لايه؟ للوركينج دايركتوري. نبدا ندخل بقى في الجزء اللي بعد كده ونبدا نوضح اكتر المفاهيم بتاعتنا. تمام. انا هنا ذكرت حاجه اسمها وركينج دايركتوري وقلت لك خدها ان هي مجرد بس بتحط ايه عينها على المشروع. طيب تعالى بقى ناخد التعريف الرسمي ليها. هنا الوركينج دايركتوري معناها ان انا بقول لجيت انها تحط عينها على المتغيرات بس مش مهتمه باللي بيحصل، لانها عارفه ان مش دي المتغيرات اللي هيتعمل لها كومنت، واللي بتحصل عن طريق ان انا بعمل ايه؟ جيت انت. طيب حلو، يعني ايه مش مهتم ان دي الحاجات اللي هيحصل لها جيت كومنت اللي هيتعمل لها كومنت؟ انت عندك هنا في حاجه اسمها الستaging اريا، والستaging اريا ده هنا اللي بعرف جيت ان دول اللي هيتعمل لهم كومنت. فالوركينج دايركتوري هنا قلت لك ان دي المرحله اللي قبل الستaging اريا. الوركينج دايركتوري هنا معناها ان انا بقول له حط عينك على المتغيرات اللي هتحصل فقط، بس مش هتبقى مهتم، او الوركينج دايركتور مش هيبقى مهتم باللي بيحصل، لانه خلاص هو عارف ان ده مش اللي اتعمل له كوميت، او مش عارف انهي المتغيرات اللي هيتعمل لها كوميت. انا هعمل بس تراك للحاجات دي، بس مش هعرف انهي فايل او انهي حاجه هي اللي اتعمل لها كوميت.